هاخلّيكِ النهارده تعملي الفشار بالكراميل في البيت زي بتاع برّه بالضبط وأحسن كمان، من غير أي صعوبات في توزيع الكراميل على الفشار، وهاخلّيه يطلع معاكِ ناجح من أول مرّة، بسم الله ما شاء الله عليه، شوفوا بسم الله ما شاء الله بيتكسّر معايا بكل سهولة، وصفة سهلة جدًا وسريعة بس اتبعي كل الخطوات وإن شاء الله يطلع معاكِ أحلى من بتاع برّه ب100 مرّة، حاجة أنتِ عاملاها في بيتِك، حاجة طعمها روعة ولذيذة. وإن شاء الله هتنبهري بيه لما تجربيه. يلا بينا نحضرها مع بعض، بس من فضلكم لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا. اول حاجة هنعمل فشار زي ما كلنا بنعمله، هنجيب حلة على النار وهننزل فيها بشوية حلوين من الزيت. طبعا حطيت شوية صغيرين بس رجعت زودت شوية زيت تاني، ونزلت بنص كوباية من الفشار. طبعا ممكن تعملي اي كمية انت تحبيها او تفضليها، وهنقلبها كده تقليبة بسيطة وبعد كده هنغطي عليها وهنسيبها على نار متوسطة لغاية لما الفشار كده يتفشر معايا ويبقى بالجمال والحلاوة دي كلها. بس اهم حاجة تسيبي الفشار على نار متوسطة علشان ما يتحرقش معاكي. وده شكل الفشار بعد ما عملناه، بسم الله ما شاء الله عليه، طالع كده جميل جدا. تعالوا بينا نعمل الخطوة التانية وهي طريقة عمل الكراميل. جميلة جدا يا بنات، لازم تعملوها وتجربوا الوصفة دي. اول حاجة هنجيب طاسة على النار وهننزل بكوباية من السكر او اي كمية سكر انت تحبوها وتفضلوها. لو عاملين كمية فشار كبيرة هتكتروا كمية السكر. طبعا اول ما بننزل بيها كده بنوزعها في قلب الطاسة وهنسيبها على درجة حرارة هادية خالص لغاية لما تبقى معاكم بالشكل ده كده، واحدة واحدة، والسكر بيدوب معانا ويتكرمل بالطريقة دي كده. احنا عايزين كراميل فاتح، اوعي يتحرق منك علشان الكراميل اصلا بيتحرق معاكي بسرعة، فاهم حاجة يبقى على نار هادية جدا علشان يطلع معاكي مظبوط وما يتحرقش ومرر معاكي. وهننزل عليه بمكعب من الزبدة ودي مهمة جدا، وهنقعد نقلب فيه بالطريقة دي كده. اهم حاجة تتبع كل الخطوات وان شاء الله الكراميل هيطلع ناجح معاكي. بس اهم حاجة النار بتاعتك تبقى هادية علشان الكراميل في ثانية بيتحرق وممكن يمرر منك الفشار. وطبعا اول لما نوصل كده للون الجميل بتاع الكراميل ده هننزل بالفشار وبسرعة هتقعدي تقلبي فيه كده قبل ما يبرد. طبعا النار عندك على درجة حرارة هادية، ما تطفيش النار علشان الكراميل ما ينشفش معاكي. وهتقعدي تقلبي فيه كده لغاية لما كل حباية كده من الفشار تتكرمل معاكي وتاخد من طعم الكراميل الجميل ده كده. ودي خطوة مهمة جدا يا بنات، لازم الكراميل يبقى على النار وانت اللي تنزلي بالفشار. يعني ما ينفعش تحطي الفشار في طبق وبعد كده تنزلي عليه بالكراميل، ده كده مش هيعمل معاكي خالص، الكراميل بينشف معاكي بسرعة. فاهم حاجة تعمليه هو على البوتاجاز كده على نار هادية علشان تعرفي تقلبي الفشار كده بسهولة، وكل حباية من الفشار تتكرمل كده وتاخد من طعم الكراميل الجميل. فدي اهم خطوة، انك تنزلي بالفشار على الكراميل وهتقعدي تقلبي بالشكل ده كده لغاية لما زي ما قلتلك كل حباية من الفشار كده تاخد من طعم الكراميل. وبعد كده في ثانية الخطوة دي انا عايزة في ثانية عن الصينية دي تكوني محضراها قبل ما تشتغلي خالص. في ثانية كده هتنزلي بالفشار. طبعا دي صينية ممكن تحط عليها ورقة من ورقات الألمونيوم او ممكن تحط عليها ورقة زبدة، وهتنزلي بالفشار عليها كده بسرعة وتوزعيها قبل ما الفشار بتاعك ينشف معاكي. الخطوة دي انا عايزاه بسرعة بجد، اهم حاجة تعمليها بسرعة بالشكل ده كده علشان تفردي كل الفشار كده في الصينية، علشان لما تيجي تكسريه كل واحدة تطلع كده ويبقى شكلها جميل. وهتسيبيه بقى لغاية لما يبرد معاكي تماما، طبعا هو بيبرد بسرعة وفي ثانية هتكوني عاملاه. وبعد كده هتشيليه بالشكل ده كده وهتكسريه، طبعا هيتكسر معاكي بكل سهولة. وبسم الله ما شاء الله على الطعم وعلى الجمال، طبعا طعمه روعة يا بنات، لازم تجربوا الوصفة دي. انا صراحة ما كنتش جربتها واول مرة كنت اجربها واكلها، بجد طعمها لذيذ جدا، لازم تجربوه. انا ما كنتش مصدقة نفسي لما دقت الطعم الجميل ده كده. روعة يا بنات، لازم تجربوه علشان ان شاء الله هيعجبكم جدا وبيطلع ناجح من اول مرة. وبكده بقى عملنا معاكم الفشار بالكراميل، طعمه لذيذ جدا، وعاملين معاكم على الصفحة وصفات حلوة كتير جدا. لازم تزوروني على الصفحة وتشوفوا الوصفات الجميلة اللي انا عاملاها معاكم. ان شاء الله لما تجربوا اي وصفة هتطلع ناجحة معاكم من اول مرة، علشان وصفات سهلة جدا وسريعة وطعمها لذيذ جدا واي حد فينا هيقدر يعملها في البيت. طبعا انا مسهلة عليكم كل حاجة علشان كلنا نساعد بعض وكلنا نعمل الحاجات الحلوة دي كده في بيوتنا، جميلة جدا ان شاء الله هتعجبكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفات احلى واحلى مع بيت الخير.